حن عليا وبين المستخبي، حن عليا وبين المستخبي. انا صرفت كل اللي حلت يا رب، يا رب انا صرفت كل اللي حلت يا رب، يا رب. طب اعمل ايه؟ خرج الامانه بقى، خرج الامانه، خرج المستخبي، خرج اي حاجه يا رب. ده انا صرفت كل اللي حلت يا رب، يا رب. خرجي اي حاجه، اي حاجه. اعمل ايه؟ قفل تليفونك ليه؟ قفل تليفونك ليه؟ انا جبت لك الزئبق الزفت الاحمر، طلبت الزئبق جبت لك الزئبق، انت فين؟ استغفر الله العظيم يا رب. اعمل ايه؟ قافل التليفون، اكلم نبيل. مسح لي البصمات من على الازاز. اهلا يا حبيبي، عامل ايه؟ عامل ايه؟ انت فين يا عم؟ محدش سامع صوتك. انا برضه اللي اتغيرت ولا انت؟ ولا اتغيرت ولا حاجه. وبعدين انا مش عارف مالك اليومين دول، في ايه؟ امورنا يا ابوي. بقول لك ايه يا نبيل، انت فاكر الراجل بتاع الاثار اللي انا قابلته عندك؟ اه فاكر. عايز منه ايه الراجل ده؟ ما هو متنيل قافل تليفونه. انا عايز ضروري، انا عايز ضروري يا نبيل، عايز ضروري. يخرب بيتك، ده نصاب. نصاب؟ نصاب يا نبيل؟ ده انا بعت التاكسي وخد مني 20,000 جنيه. يعني انت بعت التاكسي عشان كده؟ يا نهار اسود. طب ما قلتليش ليه يا ابني؟ ده انا عارف العالم دي كلها. عوضك على الله يا عبد الله في الفلوس. بس الراجل ده انت مش هتشوفه تاني طول حياتك. عليه يا نبيل؟ نصب عليا؟ نصب عليا؟ مفيش تمثال؟ يا عبد الله مفيش تمثال؟ مفيش تمثال؟ مفيش تمثال؟ مفيش تمثال؟ مفيش تمثال؟ حرام! اتنصب عليا! اتنصب عليا! اتنصب عليا! اتنصب عليا! يابا. اخويا الناس تشوفنا. عاجبك اللي احنا فيه ده؟ يا بنت احنا متجوزين. متجوزين بس ده بيني وبينك، الناس ما تعرفش. ده لو الناس في الحته عرفت دول قطعوك. وهون عليك. امال ايه اللي مصبرني؟ انا نفسي كده تتنازل عن سمعتك زي ما انا متنازله عن سمعتي في الحاره. ومالها سمعتك؟ انت سمعتك زي الفل، حد يقدر يتكلم عليك نص كلمه؟ يا اخويا دي الحاره كلها بتتكلم. بتقول ان البت منى بتحب صلاح باشا، اصلك انت رايح جاي مش قاعد هنا فما تسمعش حاجه. انت بتحبيني بجد يا منى؟ طب ما تيجي اوريك الشقه الايجار الجديد اللي انا جايبها لك، شقه على نصيتين زي الفل. يا صلاح لو بتحبني بجد اعمل لي فرح، عرفني باهلي. هو انا يعني مش زي بقيه البنات ما تعمليش فرح؟ ان شاء الله لما علق الدبور. يا اخويا ده وانت امين شرطه مستعر مني، امال لما هتعلق الدبوره هتعمل فيا ايه؟ يا بنت خليكي مفتحه، ساعتها مش هيبقى عليا تحريات من المباحث، محدش هيعرف يعمل لي حاجه. صبرني يا رب. مش عارفه ليه مش مصدقاك. بكره الصدق تعرف قد ايه بحبك. ده انت تلاقيك مش قايل لاهلك انك انت تعرف بنت اسمها منى مش متجوزها. هعمل ايه؟ ما هو حظ اسود. على راي امي المنحوس منحوس حتى لو على راسه فانوس. تعالى شيل معايا. يا بنت تعالى اوريك الشقه هتعجبك قوي. لما تعرفني على امك واختك صفاء الاول. صفاء؟ مش عرفك اللي هي اخت اسمها صفاء؟ قريت اسمها على المحمول. وتفتش في المحمول بتاعي ليه؟ وانت ما كنتش ناوي تعرفني عليهم ولا ايه؟ طب قفلي على الموضوع ده، انا ماشي. طب تعالى شيل معايا. مش عايز يعرفني على اخته، بلاش اتعرف عليها انا وانا صغير. انت بتعيطي ليه؟
حاسة بالذنب. انت مراتي يا صفاء على سنة الله ورسوله. مين قال كده؟ صفاء الجواز العرفي ده زي أي جواز رسمي يعني. أمال ليه حاسة إن أنا خايفة؟ ليه حاسة إن أنا بسرق؟ ليه بنتقابل من ورا الناس؟ ليه أمي وأخويا ما يعرفوش؟ ليه يا خالد؟ عشان المجتمع اللي احنا فيه عايز كده يا صفاء. مجتمع فاشل في انه يحقق ابسط حقوق. مجتمع حرمنا من كل حاجه. حرمنا نتجوز بحجه الشقه اللي مش موجوده، وحرمنا من الحب عشان خايف علينا نغلط يا صفاء. أنا مش عايزة أسمع أي خطب يا خالد. أنا عايزة أحل المشكلة اللي أنا فيها. نفسي أمي تاخدني في حضنها وتقولي مبروك. نفسي أخويا يعرف. نفسي أفضل معاك. نفسي أخلف يا خالد، مش خايفة إني أخلف. أبوس إيدك شوف لي حل المشكلة اللي أنا فيها. طب اهدي بس يا صفاء، اهدي، انت مش مظبوطه دلوقتي. اهدي ونتكلم بعدين. لا بعدين ولا قبلين. أنا ماشية. شفت الخيبة اللي أنا فيها؟ اتجوزاك وسايبك وماشية. أو حلاوتي. خدي دي. بيوصف فرحها بايده ياما مع انه كان بيموت فيها. بنت ساعات طول عمرها تموت في الفلوس وهو واد على قد حاله. اللي يشوفها وهي بتتكلم عنه يقول البنت مش هتسيبه غير في التربه. بنت ناصحة مش انتي. رحتي بروح امك تجري ورا زبال. بس عليك ياما ايه زبال دي؟ لا ياما ازعل منك. ما تقوليش على عبد الله كده. يا اختي اسم الله. شحال لما كانش راميكي في اوضه زي الحق واليوم والتاني تتفشوا منها انتوا الاتنين وتبقوا تقعدوا على قلبي معرفش انام من دوشتكم. ياما انتي تعبانه اليومين دول يعني لازم نقعد جنبك. ماشي يا حنين. احنا اكتشفنا هنلبس الفرح بتاع البت بالليل. ماشي ياما. الله يبارك فيك يا خالتي. مبروك يا سعاد. الله يبارك فيك وعقبالك. ايه رايحه فين؟ تحك والفستان لسه مأجراه. ايه؟ استخسر اجيب لك واحد جديد؟ انا اللي قلت له بلاش، ده هو يوم. مش عايزه حاجه يا سعاد؟ عاوزه سلام. اوعى ما تجيش الفرح بالليل. ازاي بقى؟ ده انا اللي بعمله لك بايديا. ربنا يوفقك يا سعاد. الف مبروك. هات الحبل يا ابني. الحمد لله قوي على اللي احنا فيها سناء. الحمد لله. خليك انا هفتح. جمال اهلا وسهلا. تعالى يا اخويا تعالى. ازيك يا عم فتحي؟ اهلا ازيك يا جمال. اتفضل ادخل. تعالى اقوم احضر لك فرخه كده ترم بيها عظمك. لا يا عمتي ماليش نفس. طب امسك امسك التفاحيه دي. يلا بالهنا والشفا. عاوزك يا عمتي. طب ما تتكلم يا واد في ايه؟ ده جوز عمتك. ايه مكسوف من جوز عمتك؟ دقيقة واحدة يا سناء كده اهوت. هخرج اتمشى بره كده اهوت واشرب سيجارة عشان ما اضايقش حد. ها؟ طيب يا اخويا براحتك. تعالى يا واد. قولي في ايه؟ بقول لك يا عمتي انا هبيع بيت ابويا. يا لهوي تبيع ايه؟ ما هو كتبوا لي باسمي يا عمتي. اذا كان كده ماشي. ولا اقول لك بلاش يا جمال، بلاش يا حبيبي لحسن ابوك يغضب عليك. بص يا عمتي انا مش جايلك عشان تربيني من اول وجديد ولا تعلميني الادب. انا مزنوق وكده كده هبيع البيت. واهو معايا العقد. هتشتري يا عمتي اهلا وسهلا، مش هتشتري ابيعه لحد تاني. لا هشتري طبعا. هشتري وبكره الصبح نروح للمحامي ونخلص. 50 زي ما اتفقتي مع ابويا. هو ابوك ده ما بيتبلش في بقه فوله؟ ماشي. طب ايه؟ ايه عايز ايه؟ ايه يا عمتي؟ بعت يا عمتي. حاضر من عيني.
امسك يا واد. كم دول؟ استنى بس. امسك، ادي 1000 جنيه من تحت الحساب. بس حسك عينك حد يعرف عن الموضوع ده اي حاجه. ابوس ايديك انت اللي ما تقوليش والنبي لاي حد. حاضر حاضر. ماشي يا عمتي. ماشي يا حبيبي. مبروك عليك البيت. الله يبارك فيك. ماشي. بالسلامه بالسلامه يا جمال. ألف مبروك يا سناء. اخسر عليك يا راجل، انت بتسلط عليا ولا ايه؟ دي أحلى تصنيطة اتصنطت عليها في حياتي. ألف مبروك. الله يبارك فيك. روح بقى عشان تذبح لنا عجل. عجل إيه؟ عجلين، إحنا بقينا أصحاب أملاك. مالك يا بنت في ايه؟ مفيش يما سيبيني. اسيبك ده ايه؟ ايه اللي حصل؟ يا حد برضه يعيط يا بنتي وفرحه؟ انا تعبانه يما. تعبانه؟ فيك ايه يا بنت؟ مش عايزه اتجوز. يا ستي مش عايزه ايه؟ مش عايزه تتجوزي؟ عايزه تفتحي لي وسط الناس؟ مش عايزه تتجوزي ليه يا اختي؟ ابوس ايدك يما، مش عايزه اتجوز، مش عايزه اتجوز. وحد كان ضربك على ايدك؟ ما انا قلت لك انت يا اختي اللي اصريتي. انت يا بنت في ايه؟ مش قادره يما، مش قادره، مش طايقه الراجل قد ابويا يما. بس اهدي يا ضناء. عايزه يا ضناء تبيعي نفسك عشان خاطر اخواتك. معلش نصيبنا يا بنتي، نصيبنا. هنعيش بالطول ولا بالعرض. احنا يعني كنا اول الكون ولا اخر الكون. اعمل ايه يما؟ مش عارفه اعمل ايه. تعملي ايه في ايه؟ هو الجواز بالعافيه؟ ترمي له شبكته يا اختي. انا ماليش غير بنت واحده بس يا اخواتي. بنت واحده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حرام من زين، حرام من جمع يا اخويا ان شاء الله، اتفضل. حضري لي الجلابية على ما اتوضى عشان اصلي العشاء. ايه ده؟ هو انت لسه ما صليتهاش؟ يا اخويا ما تزعلش نفسك قوي كده، دي العيشه ممدوده. والله عشت وسمعتها، العيشة ممدودة. ما كانش في حد يقدر يقولها لي ابدا، لاني كنت هسمعه موشح طويل عريض انه ممكن يموت قبل ما يصلي العشاء، يبقى مات وعليه العشاء. دلوقتي انا اللي بقولها، وممكن اموت دلوقتي، ابقى مت وعليا العشاء. بعد الشر عليك يا اخويا، بتقول لي بس كده؟ وهو الموت شر يا زينب؟ يا اخويا ما تقولش كده، كل الكلام اللي انت بتقوله عندك حق فيه. يا عيشه، يا عيشه، الجلابيه بتاعت ابوك والشبشب عندك هاتيهم. حاضر. بعدين هو انت بتلعب؟ ده انت طول النهار عمال تتكلم في الدين. ايه بقى؟ حطيها هنا. زينب. ايه يا اخويا؟ بقول لك ايه، احنا لازم نسيب الحاره، لازم نسيب الحاره؟ وفيها ايه يعني؟ نروح مكان كويس، ناخد شقه نظيفه. الراجل بتاع المحطه وعدني ان هو هيدفع لي ثمن الشقه. يا ريت يا بابا. اسكت انت. وفيها ايه يا زينب؟ لا هو عيب ولا حرام. قوي النبي يا ماما. روحي اوضتك يلا. يا اخويا ده بدل ما تفكر في البنت اللي على وش جواز دي تحوش لها قرشين، ولا الواد اللي انت ناسيه من دماغك خالص. ما احنا ناخدها واحده واحده، نسيب الحاره الاول على الاقل يا زينب، نضمن مستقبل البنت عيشه، نعرف نجوزها جوازه حلوه تليق بيها، بدل ما نقعد هنا في الحاره وتتجوز واحد من اهل الحته ويضيعها ويشقيها طول حياتها، ولا ايه؟ والله يا اخويا اذا كان يعني ده اللي بتفكر فيه، انا معاك في اي حته عاوز تروح. طب سيبني كده اصلي ركعتين استخاره وربنا يقدم اللي فيه الخير. ما بلاش يا كريم. يا عم في ايه؟ ما تخليها على الله، قلت لك هسد الاقساط في ميعادها.
يا كريم دي فيها خساره كبيره قوي. انا كنت عايز نعمل ايه يعني؟ البنت خلاص جايه من لبنان، وبعدين دي فاكراني ياما هنا وياما هناك، تشوفني كده عره، لا فلوس ولا عربيه ولا لبس. ما تقول لها اللي فيها، هو انت قليل؟ ده انت ابوك اكبر واحد بتاع فراشه في الحته. فراشه يا ابني، العالم دي فاهم عن ايه فراشه من اساسه؟ تقوم انت بقى رايح جايب عربيه ب 150,000 وتبيعها ب 80,000 بعد نص ساعه وكاتب على نفسك اقساط. انت مجنون. اللي حصل بقى، واكتب بقى عشان الراجل جاي. اديني بطاقتك اصورها. خد يا برنس. خد يا تصور البطاقه دي. عندك شاري؟ لا ما عنديش شاري، انا همضي على الاقساط واقفش الفلوس، انت بقى تبيع تشتري انت حر. طيب انا هاخدها منك ب 75,000، ده عشان خاطرك انت. ايوه بس دي عربيه زيرو يا ريس. انت دافع حاجه؟ ما انت بتحرقها. ايوه ما انا هدفع الاقساط من الشهر الجاي. ده اللي عندي، موافق؟ موافق. هات الشيكات امضيها. خد الشيكات اهي. خد قلم اهو. بقول لك يا غالي، ما تعمل معايا واجب كده وتشوف العربيه اركبها قد اسبوع. تأجر يعني؟ اجر. هديك عربيه ب 150 جنيه في اليوم، بس عربيه كده صح. خلاص هاتها واخصم ثمنها من 75,000. اتفقنا. تستلم امتى؟ دلوقتي، كله دلوقتي. على خيرة الله. هات يا ابن عقد الايجار، وفين صورة البطاقة؟ حضرتك شريت البرشام ده من عندك؟ لا مش من عندي. بس اخويا الصغير قال ان هو من عندك. اخوك الصغير؟ انا ما ببيعش من غير روجيتا. اخوك الصغير ده عنده كام سنه؟ 20 سنه. اخوك الصغير عنده 20 سنه. امال حضرتك عندك 80؟ البرشام ده من عندك، ودي مش اول مره اخويا يشتريه من هنا، انا كده ممكن ابلغ البوليس. بقول لك ايه، ما تزعقليش وما تعليش صوتك، والا انا اللي هبلغ البوليس. انا دارس قانون كويس، والبرشام ده يعتبر مخدر، ولا انت مش عارف؟ وايه الجديد؟ ما انا فاتح اجزخانه وببيع مخدر ومصروف لي ميري وببيعه بروجيتا. ايه الجديد يعني؟ عرفت بقى ان انا فاهم قانون يا بتاع القانون. بيع المخدر يعتبر جنايه. مين يا ابني بس اللي قال لك جنايه؟ انا بقول لك انا في ليسانس حقوق. بقول لك ايه، اجري ذاكر القانون الاول وتعالى كلمني. وحتى لو البوليس بتاعك ده ثبت ان انا ببيع مخدر من غير روجيتا ولا فيها حاجه، كل ما في الموضوع هيعملوا لي محضر ويمنعوا عني حصه المخدر اللي بيدوها لي. عايز تفهم حاجه تاني يا بتاع القانون؟ ليه؟ مش في نقابه للصيادله ممكن تقفل الاجزخانه دي اصلا؟ ما تقدرش، لان انا ما ببيعش حشيش، انا ببيع ادويه مخدره مصروفاني من الحكومه وليا حصه منها كل شهر، ولو بعت بازيد من التسعيره تتعمل لي جنحه بيع ازيد من التسعيره، كبرها ايه؟ 3 اشهر مع الايقاف. شفت بقى انا مذاكر قانون ازاي يا بتاع القانون؟ يعني انت تبقى سبب ضياع جيل بحاله والقانون يعاقبك ب3 شهور بس، وكمان مع ايقاف التنفيذ؟ خلاص يا حبيبي، روح غير القانون، اعمل لك مظاهره، اعتصم، طالبه باعدامي، انا شخصيا موافق. دكتور انا عاوز اسالك سؤال، لو ابنك او اخوك الصغير ادمن البرشام ده هتعمل ايه؟ يا ابني انا ما ببيعش برشام، انا ببيع دواء مخدر بيعالج اللي زي اخوك وببيعه بروجيتا، فاهم ازاي؟ ما ببيعش اي حاجه تانية. شوف بقى اخوك اشترى الزفت ده منين. ماشي يا دكتور. استغفر الله العظيم يا رب. يا واد من امبارح وانت نايم متدهول كده ليه؟ هو الجواز قطيعه تقطع الجواز وسنينه. انت ما وراكش شغل النهارده ولا ايه يا واد؟ ما تقوم يا واد تدور التاكس وقوم بدل ما انت نايم زي قرد قطع كده. حاضر ياما، حاضر، اهو منزل. قوم يا واد، قوم عايزاك في كلمه. تعالى تعالى. حاضر ياما. يا ساتر، خد امسك دي من ايدي، يلا. ايوه اوعى. حاضر. اوعى هتموتني. انا في حيل ياما. شيل المرتبه وافتح السحاره دي. اوام. حاضر.
يلا طلع الفلوس اللي انا شايلاها جوه. فلوس ايه بس؟ يا واد كل ما اجيب لك سيره الفلوس اللي انا شايلاها بتضحك على ايه؟ ياما دي فلوس فكه وقديمه، ياما فلوس فكه وقديمه. هي فلوس ولا جبس؟ الوانا قال اللي ايه كنت ناويه اديك قال تفك زنقتك، لكن وحياه رحمه ابوك وحياه امك ما هتشوف منها مليم واحد. عاجبك كده بقى؟ ياما فوق ياما، دي فلوس قديمه ياما واتلغت خلاص، فلوس اتلغت. يا شيخ روح لحالك بقى. والله العظيم اتلغت. يوه الفلوس دي لو جمعناها على بعض ما يجوش 1000 1500 جنيه ورجعناهم ولو حتى بدلناهم ياما. تنيل جاتك نيله ياما بصي، ده جنيه من سنه 1960 فوق ياما، قعدت حوشت فيهم لغايه ما اتلغوا. اللي حوشتيه راح عليكي. يا نصيبتي، ايه اللي بتقوله ده يا واد؟ ايه اللي بتقوله ده؟ يا لهوي يا نصيبتي. اما يا لهوي اما ايه اللي بتقوله يا واد؟ اسمعي بس اسمعي. يا نصيبتي. اقعدي. اقعدي ياما. مية. يا خلاص ياما. ليه يا ربي ليه بس؟ مش عايزين نحج، مش عايزين نحج ليه؟ قول لي يا عبد الله، ده انا بقالي يا ابني 50 سنه بحوش من الفلوس دي، بحط المليم على المليم والقرش على القرش عشان يوم زي ده يقوموا يلغوا الفلوس. عمرك سمعت ان الفلوس تتلغي؟ يلغوا الفلوس ليه؟ قول لي بيلغوا الفلوس ليه؟ خلاص ياما خلاص ياما، هدي نفسك ياما، ياما والنبي هدي نفسك ياما، عشان خاطري ياما هدي نفسك. كل حاجه وليها حل، كل حاجه وليها حل. حصل خير ياما. انا خير ايه؟ خير فين؟ خير فين؟ احج ازاي؟ مش عايزين نحج ليه؟ قول لي يا حبيبي، انا مغضوب عليا ليه؟ ما تقولش كده. قول لي، انا على يدك يا عبد الله، بصلي الفرد بفرضه يا ربي. اعمل ايه بس؟ اعمل ايه؟ ما تعمليش حاجه، انا اللي هعمل ياما، انا اللي هعمل. انا هروح البنك واغيرهم لك. اهدي بس انت، هغيرهم لك ان شاء الله. بس حتى لو غيرتهم يا رب اعمل ايه بس؟ ده ما يجيبوش حق التذكره. والنبي ياما لا تهدى عشان السكر ما يعلاش عليك. عشان سكر بس اللي هيعلى عليا يا عبد الله. بس طب انت عرفت منين يا ابني ان الفلوس ما يجيبوش الا كده بس؟ انت كنت رحت غيرتهم؟ لا ياما، هو يعني باين عليهم ياما، باين عليهم. لا انا مش مصدقاك. روح شوف هتغيرهم ازاي. روح. حاضر ياما حاضر. ليه عملوا فيا كده يا رب؟ ليه؟ كان نفسي يا يونس اكون بعرف اشتغل انجليزي، بس خساره بقى، ماليش في التعليم انا. ده انت لو ابوك شافك مش هيعرفك. امال يا ابني ضفت بقى، بقيت وجيه. بس النظافه دي غاليه قوي يا اخي. ايه يعني غاليه؟ فده التراب اللي بتمشي عليها صاحبي. وبعدين يعني مش ممكن تكون البت نايمه لها على عكمه كده ولا عكمه كده، نقب بقى. بس ما تنساش اخوك. ولا اعرفك، ده انت زباله يا والله تطلع منك. ما اقدرش يا صاحبي، ده انت الشقه يا يونس حبيبي. الكاسيت ده ما بيشتغلش؟ امال ايه؟ طب ما تسمعنا كده. دي ب 150 جنيه يابا، مأجرها كده وخلاص. ايوه بقى. ايه اللي انت بتعمله ده؟ انت هتسيب العربيه هنا؟ طبعا هسيبها هنا. عايز ناخدها معايا ولا ايه؟ شوفوها في الحاره. يلا بقى بسرعه، لحسن ابويا زمانه قلب عليا ارض الوطن. وحياة حبيبك النبي ما تحرمني. الله، يا صلاة النبي. الله
عليك يا رب. الحمد لله على السلامة، نورتي مصر. طب ما استنيتنيش في المطار ليه؟ ولا يهمك ولا يهمك، على العموم الفندق محجوز وكله تمام التمام. الو الو، يا نهار اسود الرصيد خلص. خد يا كريم. يونس بقى ناتاليا زميل تختة واحدة، أبو الزمل يعني. تختة؟ ما فهمت. تختة يعني بيقعد جنبي في الحصة في الفصل يعني، في ابتدائي. بس أنا خرجت بدري بقى. ايه يا عم كريم، ما انت كمان كملت تعليمك. كملت بس نجحت على طول يعني. كل النبي عربي بقى يا جماعة، وأنا ما بحبش آكل بالشوكة والسكينة والجو الغامق ده، ولا الأمورة هتزعل. لا بليز خليك على راحتك. ما تاكل براحتك يا عم، في هنا حمامات، يبقى قوم اغسل ايدك. ماشي. صدقني يا يونس، الواحد مهما ربنا كرمه وعلي في المراتب برضه بيحن لاصله. ولا يا ست، هي اسمها ايه؟ اصل انا بنسى اسمها على طول. نهال، عادة أزياء. حلو، شغلانه حلوه قوي. بشوفهم في التلفزيون على طول رايحين جايين كده لما بيفرهدوا، بس جامدين قوي. ميرسي. ما تقوم رخم وتاخد البت شويه. طيب يلا. طيب ما تيجي نقوم بقى كده نقول كلمتين. اتفضل. هنروح ترابيزه تاني. تعال. ماشي يا عم، هنيالك. العب. شو هيدا؟ شو فيه؟ لا مؤاخذة، خدتش بالي يعني ان ايدي مش نظيفة. نقصتني منك، حاسس باللي عملته؟ مشاعر جوايا وخرجت. حقك عليا يا ستي. لا يا ناتاليا، انت ما كنتيش كده على النت، كنتي احسن 1000 مرة من دلوقتي. طب بليز ما تزعل. خلاص. خلاص مفيش حاجة. ولا يا يونس، عايز ايه؟ يلا هنروح. يا عم استنى شويه. يلا. امسكي، ده الوصل بتاع حجز الاوتيل، عشان لو حد سألك يعني. هعدي عليكم بكره. تصبحوا على خير. يلا. في ايه؟ يلا. شو هيدا كريم اللي حكيتيني عنه؟ ما بعرف، حاسة إنه عم بيمثل مثل ما كان بيمثل على الإنترنت. وليش بيعمل هيك؟ شو بيعرفني؟ يمكن ما عجبته، يمكن بده يخلص مني، بدليل وصل للدنيا إياه بالآخر. ايه هيك عم بيصير أحسن ممثل بمصر. كان هيك على الإنترنت، كان بيضحك الشات روم كلها وبعدين بالآخر بيطلع بيمثل شخصية واحد رفيقه. أنا مو فهمانة شيء. رح نفهم كل شيء عن وقته. يلا نفوت ننام. الحمد لله على السلامة. ده أنا من بدري مستنياك، اتأخرت ليه؟ أنا كان عندي شوية جرد في الزخانة كده، قلت أعملهم بقى هي بالمرة قبل ما أجي. أمال فين الواد تامر؟ تامر! يا تامر! خلاص أنا مش عايز، أنا بسأل عليه بس. يا راجل عايزاه يسمع اللي أنا هقوله. ازيك يا بابا؟ ازيك يا تامر؟ إيه بتقولي عندك خبر إيه خير؟ مش أنا رحت للدكتور؟ ليه خير بعد الشر في إيه؟ لا أنا كويسة، بس قال لي مفاجأة ما كانتش على البال. خير قال لك إيه؟ قال لي إن أنا حامل.